جامع مش زاويه ولا مصليه. اصل الجامع بس هو اللي هيحقق اللي في دماغي. اطمن يا سلامه بيه، المساحه كفايه جدا. خلاص، اصل مؤاخذه هنا في مخ مش مهلبيه. الله جرى يا معلم، ايه حكايه الحوش ده؟ انت عايز تعمل فيه ايه؟ انا مش قلت لك الحوش ده لو عندي 100 مشروع ممكن نكسب منهم ذهب؟ انت برضه مصمم تعمله جامع؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. الجامع هيتعمل. السلام. انت يا واد مش مكفيك المحل اللي انت عامله انت واختك؟ يا والدي ده المساحه بتاع الحوش ده ممكن نعمل فيها سوبر ماركت ملوش نظير في مصر. استغفر الله. انا مش فاهم العالم دي انصرعت كده ليه؟ مساء الخير. اهلا يا عصام. مساء الخير. الله ده انت سخن قوي النهارده، ايه الحكايه؟ انا على طول كده، ولو ان النهارده مفلوق. ليه خير؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده اللي منهم ساعات بينادوا له بيقولوا له يا حاج. الظاهر افتكر نفسه حج بصحيح. ابوك هو لسه مصمم على حكايه الحج دي؟ تصوري؟ لا وزادت بقى وكملت. عايز يعمل لنا جامع في البرج. اقول له يا حاج حد يعمل جامع هنا؟ ابن الجامع ده في زينهم ولا في الطرب، انما في المهندسين نعمل سوبر ماركت. الربح مضمون وهيكسب فل. دماغه راكبه مفيش فايده. يكونش الراجل اتدروش على اخر ايامه. الله دروش. الله حقك. دي تبقى كملت. لا ايه؟ مش قبل المأذون. استغفر الله العظيم، ما جابليش سيره المأذون، بتعفرت. تجنن يا عسل. يا ساتر، الواحد بيبقى هيتخنق وهو لابس البدله والكرافته دي. ايه الكرافته دي؟ حد يخلق نفسه بايده؟ مفيش احلى من لبس الجلابيه والقعده المرحرحه بتاعت المدابر. ولا ايه رايك؟ مبروك. ايوه بس بالك بقى ما تتفلسفنيش، اصل ما عنديش مخ. ولع. على فكره الست دولة اتكلمت وكانت مزرجينه حبتين. روح لها، هي عايزاك ضروري الليله. بتقول ايه؟ اتكلمت؟ الله، سلامتك يا معلم. وانت كمان عايز سماعه؟ لا يعني اتكلمت منين؟ لا ما هي ركبت تليفون النهارده ودايره تكلم اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. ركبته ازاي يا اخويا؟ ده انا عمال ما ركبت تليفوني ضغط وحفيت. القرش يا معلم، القرش يساوي الهوايل. ايوه مع السلامه. شغال يا معلم. انا جاي لك عايزك في كلمتين. طب قول له مخلصني. خارج ما تبصليش، هروح اطلع لي على كلمتين ولا اقرا الجرايد. طلع مطلع قوي الواد ما شاء الله. بشوف بقى يابا، انا بصراحه جاي لك دلوقتي ومش ناوي انزل غير لما اقنعك تعدل عن حكايه الجامع دي. وانا بصراحه بقى مش ناوي اعدل عنها، واشتريت له اجدع ايشاني مستورد عشان الميضه بتاعته. ان كان على الايشاني سيبولي، انا مستعد اشتريه منك. اصلا انا ناوي ان شاء الله بقى اعمل فوق السطوح في الروف اللي عندنا حمام سباحه. حمام سباحه؟ الله يرحم امك اللي كانت بتستحمى في الطشت. قومي واقف فز من وشي، انا مش عارف العيال دي صارت كده ليه. طب خلاص يا معلم ما تزعلش نفسك، وان كان على الايشاني يسيبولي انا مستعد ابقهولك واكسبك فيه كمان. يا واد انت فاكر نفسك اشطر من ابوك يا واد؟ لا طبعا مش ممكن. اشطر منك. ما انا عشان كده مش فاهم انت عايز تعمل الجامع ليه؟ اصلك حمار مش مسقف. لو انت متعلم وبتفهم كنت عرفت ان الجامع ده مكسب دنيا واخره. مش فاهم. افهمك. اولا الحديث الشريف قال: من بنى لله مسجدا بنى لنفسه قصرا في الجنه. ثانيا القانون بيقول: من بنى في البرج جامعا لنفسه ما يدفعش عوايد. يا ابن النصحة. ولا خلاص سحبتها. قوم فايز غور من قدامي وما تجيبش السيره دي على لسانك ابدا. يعني خلاص خلصت عمرك. قلت له يا زفت الطين ان انا عايزاه ولا لا؟ من انا عارفاك انت مقتول. طب وغلاوتك عنده قلت له 100 مره، بس هو لا مؤاخذه مشغول حبتين. يعني ايه مشغول؟ مشغول عليا انا؟ هو نسي لما كان مقاشف؟ الله يرحم يا سي سلامه يا عره. لا ما فيش داعي للكلام ده يا ست دولة. المعلم عنده مسؤوليات كتير، الله يكون في عونه.
وبعدين هو برضه ما بيتاخرش عنك، يعني دلوقتي يجيلي بس لما يهرب من العيون. عيون ايه يا نيلة؟ مش تبطل كلامك اللي ب100 لون ده؟ اصل بصراحه عياله مستغربين قوي وبيسالوا ايه اللي جابك وراه البرج وليه يديك دورين بحالهم مع انك انت قاعده في شقه واحده ومأجره الباقي. نعم نعم، بأولاد القديمة دول مستكترين عليا 8 شقق، عايزين يشفطوا كل حاجة لوحديهم. طب ده انا اللي عامله ابوهم. واحده عشان واحده ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه، انا عايزاهم يعرفوا. طب وانا مالي؟ عارف لو الراجل ما نزلش الليله دي هخلي ليلتك اسود من قرن الخروب. انا مالي؟ انا مالي؟ ايه بقيت بتستعر من زياراتي؟ عمال تبص حواليك زي الحراميه؟ هو احنا بنسرق ولا ايه؟ يا وليه وطي صوتك، ايه الغاغه اللي انت عاملاها دي؟ ما انا كنت جاي من نفسي بس كنت مستني الوقت المناسب. ايه ويطلع امتى الوقت المناسب؟ هو انا اقدر اتاخر ولا استغنى عنك؟ لا تكون اتفرقت عليا ونسيت ايام زمان. يا وليه سدي بقى الخراره دي. خراره؟ يا ساتر عليكي، ده انت شلق بشكل. وكمان شلق. بقول ايه يا معلم؟ نعمين يا عيون المعلم. الدورين بتوعي مش ناوي تسجلهم رسمي ولا ايه قولك؟ ما احنا كويسين كده، هو حد جه جنب شقتك ولا قرب لها؟ لا، ما هم ولادك ابتدوا يحرجموا ومش عاجبهم ان دولة تسكن معاهم البرج، مستكترين عليا النعمة. ما تخافيش، ولادي انا اعرف احوشهم عني وقت اللزوم، وطول ما انا عايش ما تقلقيش ابدا ابدا. يا اخويا ربنا يديلك طولة العمر، بس ما حدش ضمن الايام. بقول يعني لو اخد الدور الفوقاني بيع وشراء واعمله الكنده، انا استنفع وانت تستنفع. جرى ايه يا دولت؟ انت عارفه الدور اللي فوق ده بتاع هشام ابني ولا يمكن هفرط فيه ابدا، وانت بتكسبي شويه يا وليه. روق بس روق، الكلام اخده عاطل. هو معقول بعد السنين دي كلها سي هشام يرجع؟ ابني عايش وهيرجع ومش عايز كلام في الموضوع ده تاني. استنى بس اما اقول. نعم. عايزه اوشوشك. الله يا وليه، انت جرى مخك حاجه وفي حد معانا في الاوضه عشان توشوشيني؟